ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هتكلم عن اكتر 11 لاعب انا بحبهم. اكتر 11 لاعب انا بحبهم. نبدأ في مركز حراسة المرمى. وانا والله مش عشان تحيز ولا اي حاجة، بس بجد ده اكتر حارس انا شفته. كان مثلا في ثانية يقلب لك ماتش. شفتلوش غلطات وهو بيتر تشيك. بيتر تشيك يا جماعة أسطورة من أساطير كرة القدم بالنسبة لي، من أساطير حراسة المرمى. ارجعوا له اتفرجوا له على ماتشات يا جدعان. بيتر تشيك ده حارس مش طبيعي. مش بيلعب بس ان هو ايه طويل وجته، لا لا، بيلعب بدماغه بذكائه. يعني انا فاكر كان ماريو جوميز طالع يتكلم عن بيتر تشيك. كان الماتش بتاع نهائي تشامبيونز ليج 2000 2012 2013 اللي كسبوا تشيلسي. كان لما وصل ضربة جزاء، ماريو جوميز كان داخل يشوط في زاوية، وهو داخل يشوط خلاص. هو ماريو جوميز داخل مقرر انا اشوط في الزاوية دي. قرر في الثانية لا انا اشوط في الزاوية التانية. فعلا بيتر تشيك راح عليها. طلع بعديها كان عنده تحليل منشطات، لقى بيتر تشيك بيقول له انت ليه غيرت الزاويه؟ انت مش كنت تلعبها في الزاويه التانيه؟ هو ماريو جوميز وقف كده شويه ما ردش عليه. فكان بيحكي القصه دي في انترفيو. فلا يا جماعه، ده معناه فعلا ان بيتر تشيك مش فكرته ان هو حارس جته طويل وعنده الاسترتشنج عالي، لا لا خالص. خالص ده دماغ. ومن اكتر الحراس تقريبا في العالم اللي عندهم كلين شيتس هو بيتر تشيك. وباك رايت، بجد ده انا مثلا ممكن اقول لك انا ما عصرتش حد زيه خالص، وهو داني الفيس. يا جماعه داني الفيس ما كانش فكره باك يمين هجومي وخلاص، لا. يا جدعان داني الفيس ده كان برشلونه ساعه لما تتزنق هي بتلعب داني الفيس. ادي لداني الفيس. داني الفيس سريع، مهاري قوي ما شاء الله يعني. داني الفيس ده من اكتر الباكات المهاريين اللي انا عصرتهم وشفتهم بعيني. شويط. يا جماعه انا فاكر له لقطه لما لبس كوبري فعل كريستيانو رونالدو. يا جماعه ده مش فكره باك رايت، لا، ده باك رايت زي ما الكتاب بيقول حرفيا. زي الباك ليفت اللي معانا برضو في التشكيله. واتنين سنتر باكات. اول واحد هو سيرجيو راموس. سيرجيو راموس مش فكره ان هو مدافع قوي، لا يا جماعه، ده بيلعب بجد بكميه جرينتا. هو ماشي، ممكن اقول لك فكره ان هو متهور، فكره الكروت الحمراء بياخدها كتير، بس هو بياخد الكروت الحمراء دي ليه؟ دفاع. هو انا مش خلي فرقتي تجيب جون. انت مثلا مش هتمرقصني وانا اسيبك، لا لازم اخبطك. هو لعيب اللي هو راموس ماشي، الفكره اللي هو مهاجم جاي لك اخبطه والخبطه مش هيدخل لك تاني، هيخاف يعدي منك، هيخاف يجي جنبك. وراموس يا جماعه كابتن بمعنى كابتن. فعلا هو كابيتانو. راموس ما كانش مثلا تلاقيه اول واحد بيضغط على الحكم لو في فاول لمدريد، في فاول على مدريد، في جون اوفسايد اتحسب ضد مدريد، في جون اوفسايد اتحسب ما اتحسبش لمدريد، في فاول صغير، في انذار، في كارت احمر، في اي حاجه، اول واحد هتلاقي راموس ولا بيضغط الحكم. هو اول صداد الدفاع لريال مدريد هو سيرجيو راموس. وغير طبعا ان هو مدافع جبار، محدش يقدر يختلف معاه ان هو مدافع جبار ومدافع هداف. يعني سيرجيو راموس مش ماتش الريال كان محتاجه سواء في الدفاع او في الهجوم وما كانش موجود، فيستحق اللي انا احبه. والمدافع الثاني هو فكره سيرجيو راموس، هو فكره المدافع الثاني جون تيري. جون تيري نفس فكره سيرجيو راموس بالظبط. هو سيرجيو راموس. سيرجيو راموس النسخه الانجليزيه. عنيف، قوي، ذكي، هداف، كابتن. هو نفس فكره سيرجيو راموس. هما الاثنين طول ما انت بعيد عنهم، يعني مش في فرقتك، هتكرههم جدا. عشان مدافعين غلسه، ولا يسيبوك تجيب جون، لا وهيجيب جون وهيجيبوا جون لو الفريق محتاج. لكن لو انت مثلا بتشجع لو بتشجع مدريد هتعشق سيرجيو راموس، بتشجع تشيلسي هتعشق جون تيري، لو بتشجع انجلترا هتعشق جون تيري.
لكن انت مالكش دعوه بمدريد او باسبانيا او بانجلترا او بتشيلسي، انت هتكره الاثنين دول، هتكرههم يي على اليوم الاسود اللي انت هتلعب قدامه. والباك ليفت، باك ليفت ده انا لحد دلوقتي انا مش فاهم هو ده باك ليفت ولا وينج ليفت ولا هو بيعمل ايه بالظبط. يا جدعان ده اول باك ليفت اشوفه مثلا 5 نجوم مهارات. يا جدعان مارسيلو، مارسيلو ده انا ما شفتوش ما بيعرفش يعمل مهاره. مارسيلو طول ما الموضوع عايز هجوم، مارسيلو معاك. يا جدعان مارسيلو ليه كام لقطه، لا يا جدعان ده مش باك، ده ساحر، ده ساحر بجد بجد، مارسيلو ده ساحر. اه طبعا ليه غلطات في الدفاع، بس مين يعني ما بيغلطش. بس يا جماعه بجد مارسيلو ده كانش باك وخلاص، لا، ده فكره الوينج المتاخر، اللي هو انت مثلا مزنوق، آه، مفتاحك كلها مقفوله ادي لمارسيلو. انا فاكر جون بايرن ميونخ لما خده من نص الملعب، لم واحد في الثاني في الثالث في الرابع وراح جاب جون عادي. وماتش اللاديسيما بتاع مدريد جاب جون ورفع التيشيرت بتاعت مارسيلو 12. لا مارسيلو ما كانش مجرد باك ليفت عادي كده، لا مارسيلو كان جبار، جبار بجد. ونص الملعب نلعب ب 4-3-3. نص الملعب اول واحد هيبقى مش ما عصرتوش قوي، بس يعني لقيته في الاخر باتريك فيرا. باتريك فيرا ده يا جدعان ده نص الملعب ميه ونور، مفيش دبانه بتعدي، مفيش نمله بتعدي، مفيش اي حاجه هتعدي. هو واقف هنا انسى، حط باتريك فيرا وسيب الباقي. حط باتريك فيرا في نص الملعب وسيب له نص الملعب، العب بالباقي كله هجوم عادي وفريش معاه. باتريك فيرا باتريك فيرا بجد لعيب مش طبيعي، لعيب مش طبيعي يا جدعان. طويل، قوي. باتريك فيرا ده يا جدعان تبص على جسمه على طول ايه جدا، مش حد بيعدي منه والله العظيم. كان ازمه لعيبه كتير، ازمه لعيبه كتير باتريك فيرا ده. طبعا مش نص ملعب، مش هيخلى طبعا من الرسام اندريس انيستا. اندريس انيستا ده مش نص ملعب، لا ده حرفيا فنان، ده فنان، ده بيلعبش كوره، ده بيرسمها. فانا هو رسام، ده بيرسم الكوره. الكوره في رجله يا جماعه تحس انها لوحه، لوحه. انا اكتر بني ادم اتاذيت من انيستا، بس برضه انا بعشق حاجه اسمها انيستا، بعشق ان الكوره ابقى بتفرج على ماتش، مش دعوه بالماتش، بس اتفرج مثلا على ماتش لبرشلونه والاقي الكوره مع اندريس انيستا، احلى ايام حياتي، احلى دقايق حياتي، هي الكوره تبقى مع انيستا. بجد يا جماعه لعيب مش طبيعي. وطبعا مش انا اللي اتكلم عن انيستا يعني، بجد هو يا جدعان مش طبيعي. انا بعشق حاجه اسمها اندريس انيستا. ونص ملعب الثالث فرانك لامبرد. فرانك لامبرد هو عباره عن، ده بقى اللي هقول لك في ميكس غريب. هو مش الكرة في رجله مثلا مش زي انيستا، لا بس هو اسطورة، هداف. يعني هو تقريبا من اكتر، من ممكن يكون اكتر نص ملعب في الدوري الانجليزي جايب اجوان، تقريبا جايب 200 حاجة و80 جون. نص ملعب جايب 200 حاجة و80 جون، ومن اكتر الناس اللي عامله اسيستات. مش الاول راين جيجز، انا مش عارف بالظبط فرانك لامبرد بكام، بس فرانك لامبرد عارفين هو اول حكايه تشيلسي، حكايه اللي هو احنا بنبني فرقه جديده، جايبين لامبرد، يلا كنا جايبين له لسه من وستام، يلا. جدعان لامبرد حرفيا خد تشيلسي من فريق متوسط جدول لفريق كسب الشامبيونز ليج، فريق كسب الشامبيونز ليج. طبعا الفرقه طبعا، بس هو يا جدعان فرانك لامبرد الكره في رجله حلوه، بصير جامد، شويت يا جدعان مدفعجي. فرانك لامبرد ده ما ينفعش تسيب له الكوره قدام ال 18 مثلا 3 متر 4 متر، هيشوط مدفعجي، ده ما تسيبوش كوره في رجله هيشوط. فلا ما كانش ينفع ما اختاروش، بالذات ان هو كابتني
وفي لقطات كتير ليه فرحتني. ماتش الشامبيونز ليج ده لوحده اصلا كان كفيل ان هو خليني اموت في فرانك لامبر. هنيجي للثلاث مهاجمين. طبعا تشكيله مش هتخلى من بالنسبه لي احسن لعيب في تاريخ الكوره هو كريستيانو رونالدو. طبعا عارف ان هيبقى فيه مناقشات، ويبقى فيه طبعا ناس معترضه معايا ازاي ما هو ميسي. ميسي ده احسن لعيب في التاريخ، بس انا بقول لكم يا جماعه ده رايي الشخصي. ده رايي الشخصي ان سي ار 7 هو احسن لعيب في التاريخ. طبعا ده مش بيقلل من ميسي، بالعكس انا بعشق حاجه اسمها ميسي. انا بعشق حاجه اسمها ميسي، محدش يقدر يختلف عن ميسي. بس انا بعشق كريستيانو رونالدو، ده الايدل بتاعي. كريستيانو رونالدو ده احسن لعيب في التاريخ بالنسبه لي. كريستيانو رونالدو مش فكره وينج بقى مهاجم، لا. كريستيانو رونالدو يا جدعان الراجل وهو صغير شويه، مش هقول لكم مثلا في الثلاثه الشامبيونز ليج اللي خدهم مدريد ورا بعض، الراجل قبل كده يا جماعه ده وينج كما قال الكتاب. سريع جدا، مهاري جدا يا جماعه. انا فاكر له كام ماتش مع مانشستر يونايتد ما كان بيلعب لسه وينج رايت. يا جماعه ده مش فارق معاه رايت ليفت، هيكلفت المدافع اللي قدامه في ربع متر. في ربع متر المدافع اتكلفت خلاص. ده انت كنت محتاج مثلا تقف قدامه بثلاث اربع لعيبه وهيعدي منك. هيعدي منك وهيجيب جول. قاطع نص الملعب، كله عارف ان كريستيانو هيشوط وكله بيقف قدامه والحارس مستني في الزاويه، مش هيعرف يجيبها من قوه الشوطه. كسبان مع مدريد 4 تشامبيونز ليج، كسبان مع البرتغال اليورو، راح يوفنتوس هداف يوفنتوس، راح مانشستر يونايتد هداف يونايتد. شوفوا بقى يونايتد كانت واقعه ازاي، كريستيانو كان هدافه. ولما راح ايطاليا بقى هداف يوفنتوس زي ما أنا قلت، لا وكمان هداف الدوري الايطالي. لا يا جدعان ده لعيب مش اللي اتكلم عليه احسن لعيب في التاريخ بالنسبه لي. الوينج اليمين فهو الفضائي، من احسن لعيبه التاريخ، تاني احسن لعيب في التاريخ بالنسبه لي ليونيل ميسي. بصوا يا جماعه، ميسي مفيش اتنين يختلفوا عليه. ميسي احسن دريبلر في العالم، ميسي احسن اسيستر في العالم، ميسي احسن واحد يكلفت 4 مدافعين في ربع متر. ربع متر ميسي كفيل يعدي لك فيه 4 مدافعين في ثانيه، اسرع من اي واحد، دماغه اسرع من اي حد، رجله اسرع من اي حد. ميسي ما كانش اللعيب السريع. اللعيب السريع لا، ميسي كان لعيب اديله الكوره في رجله مش هتعرف تاخدها منه، مش هتعرف تاخدها منه غير ما تضربه. ميسي اديله ربع متر هيلعب لك فيه كوره ما حدش شايف المكان ده غيره. متر، ربع متر قد كده، محدش شايف الربع متر ده غيره بس. فلا يا جماعه ميسي تاني احسن لعيب في التاريخ، من احسن لعيبه التاريخ. بجد ميسي ما كانش طبيعي، ميسي من كوكب اخر. فده اكيد ما ينفعش ما اختاروش معايا. طبعا انا ده هتقوله طبعا ده اختيار مفضل، طبعا ده اختيار مفضل، دي تشكيله انا بقول فيها لا بحبهم، وهو المهاجم السترايكر. اكتر سترايكر حبيته في حياتي هو ديدي دروجبا. يا جماعه ديدي دروجبا مفيش ماتش تشيلسي كان محتاجه فيه غير ديدي دروجبا مسجل. ديدي دروجبا بيسجل في اي حد في اي وقت في الماتش باي طريقه. ديدي دروجبا مفرقش معاه مين حارس، مش فارقش معاه مين المدافع اللي بيلعبوا معاه، بيلعبوا عليه مش فارق. انا هجيب جون، انا هجيب جون، يعني هجيب جون لو كان مين اللي واقف جون او كان مين اللي بيدافع عليا، انا هجيب جون. يا جدعان تحركاته كانت مختلفه. مفيش وقت انت احتجت انك تكسب وما كانش هو اللي مكسبك او ما كانش هو مساهم على الاقل بجون او باسيست. دي دروجبا يا جدعان اسطوره، اسطوره من اساطير الدوري الانجليزي. يا جماعه يعني انا مفيش ماتش حاسم مثلا كنا محتاجينه فيه ما كانش موجود. مفيش يعني ماتش بايرن ميونخ النهائي، هو اللي جاب الجون في نوير، هو اللي جاب الجون تقريبا كان في اخر دقيقتين في نوير، جول التعادل. هو بعديها لبسنا ضربة جزاء بس الحمد لله بيتر تشيك صدها. بس لا 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 يا جدعان دروجبا اتفرجوا لي على جوانه، انا جوانه مش طبيعيه.
مش طبيعيه يا جدعان، اجوانه حلوه قوي يا جدعان. اسطوره اسطوره بمعنى الكلمه، اسطوره الهجوم في الدوري الانجليزي بمعنى الكلمه. من اساطير الدوري الانجليزي، من اساطير الهجوم في الدوري الانجليزي طبعا يعني. الدوري الانجليزي عدى عليه اساطير كتير وانا بحبهم، بس مش هيجوا في حبي لديديه دروجبا، ولا الفتره اللي انا عصرتها مع ديديه دروجبا، ولا الحاجات الحلوه اللي انا شفتها مع ديديه دروجبا. بس يا شباب وكده، دي الحلقه انتهت، ودي كانت اكتر 11 لعيبه انا بحبهم. بس ونتفق او نختلف، دي حاجه تبسطني، بس ده كان رايي الشخصي. لو انتوا عندكم راي تاني اكتبوه في الكومنتات ونتناقش. بس السلام عليكم.